السلام عليكم حبايبي، رجعت لكم الجزء الثاني من تكملة المقبلات. أول ما أبدأ بالمقبلات السلطة الروسية، حبايتين من البطاطا أو البتيتة، علبة من البازاليا. هسه أخذت 2 بتيتة، راح أقطعها مربعات وأسلكها، وبعد ما أسلكها أصفيها هي والبازاليا وأضيف المواد لها. ملح أخلي وياها، كل شي ما أخلي، وأظل أقلب بيها لحد ما تستوي. بعدين صفيتها وضفت لها البازاليا وملعقة من المايونيز الحار، ملعقة ليمون، 3 ملاعق من الرابة، ربع كوب مايونيز عادي، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الليمندوزي. هاي كملت أول واحدة. هسه نبدي بالمقبلات الباذنجاني. خدت 2 باذنجانات قطعتهن شرايح، خدت 2 فلفل أخضر بارد هم قطعتها شرايح، طماطة هم 2 هم قطعتهن. شلون الزلاطة أسويها؟ كلها أخلطهن سوية. راس بصل هم ثرمه ناعم وحسب الرغبة. هسه أقلل الباذنجان لحد ما يحمص. خيارات 2 حجم وسط. هسه خلطتهم كلها الخضروات، رشة ملح، رشة ليمندوزي، كمون، دبس الرمان، كاتشب ربع قلاص أو كوب، أنا القياس كله عندي بهذا الكوب. أخلطهن جيد، والباذنجان لحد ما يبرد كلش يلا أضيفه فوقه على مود ما يذبل الخضروات. هسه نبدي بالمقبلات الثالثة. بابا غنوج، 2 باذنجانات شويتهن فرستهن بالشطل، ملعقة واحدة من زيت الزيتون، ملعقتين راشي، ملعقة صغيرة ملح، رشة ليمندوزي، ملعقتين لبن، وحباية ثوم، حباية أو فص يعني صغير ثوم، ومعدنوس فوقها خليها. هسه المقبلات الرابعة مال الشوندر، أقطعه مكعبات وأثرم كرفس أضيفه فوقه، دبس الرمان وكمون وملح. خلصت. هسه راح كلهن أخليهن بالقالب مال التقديم أو ماعون التقديم. خليت السلطة الروسية، بابا غنوج، الباذنجان والشوندر. هاي حمص بطحينة أنا مسويتها لكم. هذا فطورنا، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسونا باللايك وتفعيل الجرس.